السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في خير واحسن حال. النهاردة جايبه لكم طريقة حلوة جدا 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 وتسهل على اي حد ما عندوش شمس والشمس ما بتخشش عنده. تعالى اقول لكم هنعمل ايه. طبعا كلنا عندنا مكان تهوية، لكن ما عندناش مكان ننشف فيه العرقسوس ولا ننشف فيه اي حاجة. تعالى اقول لكم على الفكرة السهلة البسيطة الحلوة دي بالشكل ده، وتقدروا تعملوها اكتر من مرة. بس لازم تشوفوا بس الطريقة اللي انا بعملها. جبت العرقسوس وحطيت معلقة من معلقة الاكل العادية ممسوحة بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم. ما ينفعش بيكنج باودر، ما ينفعش بيكنج باودر، عشان محدش يقول انا ما عنديش وهبدل. لا، مش هينفع. هو مش بيتحط عليه غير الكربونات زي ما قلت لكم. وجبت ميه عاديه جدا، ولا ميه سخنه ولا ميه اي حاجه، ميه عاديه جدا من الحنفيه. وتفضلي تبسبسي فيه كده، تبسيه ممكن تعمليه تفركيه كده زي ما بنبسبس البسبوسه كده في السمنه، وممكن لا. انا حطيت على الربع كيلو معلقه واحده ممسوحه من من الكربوناتو، وحطيت عليه كوبايه ميه اللي انتوا شايفينها دي قدامي. مش شرط يعني نفس الكوبايه، ممكن تحطوا اي كوبايه من المعيار اللي انتوا عايزينه. ولازم نقلب فيه كويس لغايه ما تتشرب وكله يبقى لون واحد، كله يبقى لون واحد، ويبقى طري وناشف في نفس الوقت. شايفين شكله بيبقى عامل ازاي؟ انا جبت طبق مفروض. ممكن تجيبي صينيه وتسخني الفرن جامد. عارفين الفرن تسخنه جامد، وتطفي الفرن وتحطوه فيه. ما ينفعش طبعا هو يتحطش على النار، انتوا هتسخنوا بس الفرن وتحطوا فيه وتسيبوه لحد ما الفرن يبرد. هو يفضل في الفرن عادي لحد ما الفرن يبرد. تقدري تحطي في صينيه ستانلس او صينيه الومنيوم. بس انا حطيت في الطبق دوت عشان انا هدخله الميكرويف. وانتوا معايا كده. الميكرويف عندي بكره، فانا بظبطه كده. انا مش عارفه بصراحه هو عندكم ازاي، بس ده عندي بكر زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيته في الميكرويف واشغله عادي. بعد ما اشتغل في الميكرويف هتشوفوا لونه عامل ازاي، وهينزل الميه بتاعته زي ما انتوا شايفين، عشان كان بيلف جامد والطبق كان بيتهز. وزي ما احنا شايفين ده بيكون لونه وده بيكون شكله. عايزين بقى تقلبوه وتسيبوه تاني في الميكرويف براحتكم. بس انا حسيت ان هو بل الدنيا كلها كده بقت مش مظبوطه، فخفت ان الميكرويف يكون دخل فيه ميه من جوه. فروحت بقى مطلعه ونضفت الميكرويف زي ما شفتوا كده، وجبت بقى اكياس. احنا مش هنخزنه، احنا بس نجهزه علشان نسهل على نفسينا. خطوة بس ان احنا ما ندورش احنا نشرب ايه، هنعمل ايه. للي بيحبه هيعمله، واللي سهل عليه يعمل الطريقة دي. انا بصراحة بعشقه. طبعا مش بحب اكتر منه كتير، هما عندي العيال مش بيحبوه، انا بس اللي بشربه. فانا بحب اجيب منه اشرب حبة قليلة، اجيبه من بره واشتريه. مش بعمله في البيت. انا بصراحة اول مرة اعمله في البيت، ودايما ما كانش بيظبط معايا. دايما الكربوناتو ما كنتش بعرف احط معيار قد ايه. فقلت استعيذت من الشيطان الرجيم كده، وسميت الله وقلت هجرب وانا ورزقي. بصراحة طلع جميل ومركز وحلو قوي. جربوه بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين بعمله كور، عشان هقول لكم ليه. بصي هنا، خليكم معايا ماشيين بس الفيديو خطوة بخطوة وتعرفوا كل حاجة. الفيديو مش طويل، الفيديو سهل وبسيط عليكم، وان شاء الله الفكرة تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم. شايفين انا هنا اهم حاجه تجيبي الكربوناتو او البيكربونات الصوديوم، تجيبيها نظيفه وكويسه. وبكده بقى اكون خلصت الكميه بتاعتي، والطبق مش بيبقى معايا ولا اي حاجه. وزي ما انتوا شايفين كده انا ربطت كل الاكياس وكورتها، وكنت بدوس على الكيس بالراحه عشان اخرج منه الهواء. وزي ما انتوا شايفين كده انا خلصت وكورتهم كور كور كده، طبعا اشيلهم في الفريزر. بس شايفين بقى الكورة الصغيرة دي، انا جبت هنا قماشة، والقماشة لازم تكون فاتحة، بلاش قماشة غامقة يعني. قماشة تكون فاتحة، ولو لونها ابيض بتكون افضل. زي ما انتوا شايفين انا هحطها هنا في المية. بس انا هوري لكم بس ان انا ايه اربطها كويس عشان ما تنزلش الرصوص نفسه في قلب المية. ما ينفعش ينزل، لازم تتحط كده. تقدري تحطيها في مصفى وتفضلي نقع على المصفى نفسها،
في قلب الميه، نازله نصها مثلا في الميه، تقدري تعملي الحركه دي. لكن انا عملت كده زي ما اتعودت، يعني ان انا اشوفها معموله كده. كل الناس اللي حواليا اللي بيعملوه في البيت بيعملوه بنفس الطريقه، بس طبعا بيحطوه في الشمس زي ما انتوا شايفين، تقيل ازاي ومركز وتقيل جدا. المفروض كان تزود ميه عشان خاطر يبقى خفيف، بس انا دقت طعمه مركز مركز، يعني مش اي كلام. كل ما هتسيبيه وتنقعيه وشويه ميه يكونوا حلوين كده، لتر ميه على الكرة دي، براحتك حطيه بالشكل اللي يعجبك. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم في فيديوهات جديده احلى واحلى مع مواضيع تكات وحركات. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب الطريقه تعجبكم. حط العين.